السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة كده لرجوع العيال من المدارس كده ياكلوها، حاجة سريعة كده نعملها بسرعة. هعمل سندوتشات كبدة. زي ما انتوا شايفين أنا هنا عندي نص كيلو كبدة، والكبدة لازم يا جماعة يبقى الجزار حد نضيف، يعني عشان ما يحطلكيش فيها الشغط والدهنة والحاجات دي. وحطيت عندي نص معلقة كبيرة توم مطحون بشوية ملح، بدقه بشوية الملح وبقلب الكبدة كده، بتتبلها تتبيلة خفيفة كده بالتوم، يعني بعملها كده وبسيبها 10 دقايق 5 دقايق كده عقبال ما اقطع الفلفل والبصل والكلام ده. انا بوريكم التوم ان انا دقاه، يعني ان انا اخده راس توم دقتها، اخدت نصها والنص التاني هسيبه لما اجي اسوي. تمام، بنقلب التوم مع الكبده كويس قوي وبنسيبها على جنب. طبعا انتي ممكن تقولي الجزار قطع لي الكبده عصافيري، ممكن تقولي له قطعها لي شرايح اللي انتي بتحبوها يعني. انا بحبها تبقى متقطعه مكعبات صغيره. تمام. هنا انا عندي بقى معلقتين كبار ليا، دي بقى اللي بتديكي النكهه بتاعت الكبده بتاعت بره. جربيها بس ومش هتندمي، واللي ما بيحبهاش مش هيحس بطعمها، ما تقلقوش. بحط الاول المعلقتين الكبار دول على النار، وببتدي ان انا اقلب فيهم مبشورين. انا بشرهم ناعم جدا علشان خاطر هسيبهم، يعني مش هشيل اللي، لكن لو انت هتقطعها مكعبات ممكن تشيليها بعد ما تسيح معاكي، لكن انا مش عايزه اشيلها لان هي تقريبا ما بتبقاش موجوده، فما بتبانش خالص. لما بتبشريها بتبقى رفيعه وما بتبانش. تمام. بعد ما مسحت كويس قوي قوي معايا واتحمرت شويه، اللي هي بنزل الكبده معايا، ما تسيبيش اللي هي تتحرق منك. تمام. بفرد كده الكبده علشان ايه؟ تاخد درجه الحراره كلها، بحيث ان انا مش هقلبها شويه، دقيقه بس واقوم مقلباها. تمام. بنسيبها شويه كده الكبده، دقيقتين كده، وهبتدي ان انا يعني دقيقه وهبتدي ان انا اقلب فيها. عايزه اقول لكم دي خطيره جدا جدا جدا، الكبده دي تبقى حكايه. اولادي كلهم، اولادي بيحبوها وجوزي بيحبها، بيبقى طعمها جميل. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي، صدقوني بجد هتعجبكم. ولو انتوا حابين تحطوا معاها سجق، ممكن تحطوا معاها فشه، ممكن تحطوا طحال كبد، الكلام من ده بيدي طعم خطير، شبه سندوتشات التقاطيع او المشكل اللي بتتباع بره. تمام. هنا طبعا بعد ما انا قلبت الكبده شويه، ما قلبتهاش كتير بس قلبتها شويه، وبعدين ابتدي ان انا عندي بصلايه، بحط البصلايه دي، وعندي فلفل رومي، ممكن تحطي حار تحبي اللي انتي حباه. انا حطيت رومي عشان طبعا ايه، الحار بيتعب المعده شويه، للي بيحب الحار حط الحار زي ما انت عايز. تمام. بنقلب شويه، اهم حاجه نخلي البصل والفلفل يستوي معانا من غير ما نخلي الكبده تستوي زياده عن اللزوم، فقطعي البصل والفلفل عندك رفيع جدا. هنا بقى انا جبت بقيه التوم اللي انا قلت لكم عليه وحطيته معاها. تمام. عشان بقى يدي طعم طبعا للبصل وللفلفل، والكبده بتحب التوم، اديها توم هتديكي طعمها، اديها توم هتديكي طعم حلو. نبتدي بقى نحط البهارات. انا ما بحبش ازود كتير في البهارات لان الكبده نفسها بيبقى طعمها حلو، بس ايه شويه بهارات كده، يعني نحط شويه فلفل اسود، نحط شويه كزبره، شويه كمون، بس عشان خاطر التوم والانتفاخات ما تزوديش من البهارات دي، ربع معلقه من كل حاجه. وطبعا الملح ظبطيه بذوقك، انا التوم اللي انا كنت دقاه كان فيه ملح، فلو حابه تزودي زودي، انا ما بحبش ازود كتير ملح عشان ما تبقاش حادقه. وكمان صوص الطحينه هيبقى فيه ملح وخل وكده، فعشان ما تبقاش حادقه بالزياده تبقى مظبوطه. زي ما انتوا شايفين انا بحط الملح اهو، ما كترتش، دي حوالي نص معلقه من بتاعه الشاي. تمام. وابتدي ان انا اقلب فيها زي ما انتوا شايفين الكبده معايا، والفلفل لسه اخضر بس مستوي، يعني مش ني، لان انا مقطعاه زي ما قلت لكم رفيع، والبصل زي ما انتوا شايفين ما فيش بصل باين. حابه ما تحطيش بصل براحتك، بس انا بحب طعم البصل مع الكبده، بيبقى طعمه حلو كده، مسكر كده وجميل. هنا زي ما انتوا شايفين انا بديها تقليبه، ولا لزقت معايا ولا اي حاجه،
والطعم خطير، الريحة عايزة اقول لكم كانت خطيرة. عيالي كانوا مستعجلين وواقفين لي، يلا ماما يلا جعانين. طبعا يعني جايين من مدارس هلكانين عايزين ياكلوا. فاعمليها سخنة، بلاش تعمليها وتسيبيها، اعمليها سخنة. هنا انا عملت بقى سندوتشات بالطحينة. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.